استغفر الله العظيم يا رب. انا عريس؟ بلاش الفرد بتاعي. في حاجه كبيره هتحصل لك كبيره عندك في البيت وليها علاقه بامك او ابوك، صح كده؟ يبقى الشيخ احمد عارف. انا مش هاخد منك فلوس، مش عايز منك حاجه. لما تسأل أي حد عن الشغلانة اللي ممكن تكون إيراداتها في مصر تصل ل10 مليار جنيه سنوياً على الأقل، يا ترى هتكون الإجابة إيه؟ 10 مليار جنيه؟ لا ما اقدرش اوصف لك حاجه زي كده الصراحه، بس يعني مهندس بترول مثلا. هي حاجات كتير خلي بالك ممكن تكسب الرقم ده، يعني في حاجات حلال وفي حاجات حرام برضو عادي. اعتقد رجال الاعمال. نجيب ساويرس. مفيش حد يكسب الكلام ده في الشارع يعني. ما انا بقول يا اما هو يعني ماشي مش في الطريق اللي مش صح فبيكسب الفلوس ديت، يا اما مثلا صاحب شركات، بحاول مثلا مش عارفه. بترول مثلا، شركه بترول. حرامي ايراداتها 10 مليار في السنه، لا حرامي مفيش. لا مش عارف بصراحه. متوسط إنفاق المصريين على أعمال السحر والشعوذة تقدر ب 22 مليار جنيه سنوياً على الأقل حسب تقديرات الخبراء.